عايز اقول لكم مثال صغير. بعض ناس كده كانوا طبعا تعرفين علماء زمان كان لهم وضع كده غريب قوي. فكانوا واقفين على صف الإمامة، يعني الصف الأولاني في الصلاة، فعمالين يعني إيه، يعني يعزموا على بعض. طبعا كلهم ما شاء الله حافظين قرآن، كلهم ما شاء الله حافظين السنة كتير، كلهم ما شاء الله عندهم فقه كويس. فده بيعزم على ده وده بيعزم على ده، ده بيعزم على ده وده بيعزم على ده، ده بيقدم ده وده بيقدم ده. فالمهم واحد منهم اتقدم صلى وهو متحرك كده، بعد ما خلص الصلاة وهو ماشي فبقول لصاحبه اللي هو الإمام التاني اللي صاحبه، فبقول له بص بعد إذنك لما نيجي بقى في الوقت اللي جاي أرجوك ما تضغطش عليا إن أنا أتقدم للإمام عشان ما يصحش أنا أصلي وحضرتك موجود. لغاية دلوقتي الراجل ده غلط في حاجة؟ قول له يعني لو سمحت أنت بس لما ضغطت علينا دخلت صليت مثلا الظهر يعني، فلو سمحت بعد كده أنت لما يعني بعد كده ما تضغطش عليا أخش في صلاة العصر عشان خاطر يعني ايه ما يصحش وبتاع، وانت اولى وانت احق بالامامه وانا مش عايز اتقدم الامامه لانها مسؤوليه وبتاع وكلام زي كده. واحكي له كده لغايه كده الراجل مؤدب وراجل محترم كل حاجه. التاني بقى اللي بيتقال له الكلام قال له ايه، بص له كده قال له يا انت بتقول لما تيجي الوقت اللي جاي انا ما اقدمكش للصلاه؟ وصل بك الحال ان حدثتك نفسك انك ستعيش حتى تأتي الصلاة الثانية؟ انت نفسك كلمتك وقالت لك واهن على طول هذا الأمل. ايه طول الأمل ده اللي عندك؟ بقى انت عندك أمل انك جاي الوقت اللي جاي. دي درجة عالية 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 جدا. احنا ممكن نحسها حقيقة لما نوصل لها، لكن انت لو ما وصلتلهاش صعب انك توصل لها، صعب جدا. يعني انت لما تعرف ان مثلا سيدنا ابو بكر صدق بكل ماله، فانت تقول ايه ده، معقول صدق بكل ماله وما عندوش وحكايه والروايه. صعب انك توصل لدي، صعب جدا انك توصل للمرحله دي، ده شيء صعب جدا. الراجل اللي قاعد في الجامع وبعدين امير المؤمنين انذاك لما يحلم في الحلم ان حد بيكلمه بيناديه وبيقول له تروح الجامع الفلاني اللي في حته الفلانيه هتلاقي راجل اديله سره فلوس، سره من نقود. فالراجل جامع العلماء وبتاع وقعد يقول لهم انا كل شويه وكل ما انام احلم الحلم ده. قالوا خلاص انطلق واحنا معاك. فانطلق فراح في مسجد بعيد، بلد بعيده مسافه يجي ساعه عمال يمشي بالحصان بتاعه ولا بالفرس. ولما وصل لقى واحد قاعد في الجامع ساجد، فراح استنى لما خلص الصلاه دخل سلم عليه فاداله سره فلوس. الراجل خد من السره عادي كانه يعرفه. بعد كده الامير ده بعد ما مشي رجع تاني قال له يا هذا، اديله كارت او ورقه او حاجه او صك يعني يدخل بيه. قال انا فلان ابن فلان وهذا عنواني وهذا مكاني، اذا خلصت الفلوس اللي معاك دي تعالى لي عشان تاخد تاني. قام الراجل قاعد في الجامع بص له كده بص غريب قوي، بص للامير قال له انا امير المؤمنين وانا فلان وفلان عادي ولا فارق معاه. قال له ايه، انت عايزني انا اجي لك لما اخلص الفلوس دي؟ قال له عجبا لك يا اخي، افاترك الذي اقامك من فراشك واتى بك الى هنا واذهب وانا اليك؟ بقى انا اسيب اللي صحاك واقومك من قلب نومك وجابك لغايه عندي انت والدنيا دي كلها واروح لك انت؟ الدرجه دي الراجل ده لما وصل لها بقت عادي بالنسبه له.